الله وصلى الله وبارك على النبي سيدنا محمد آله. نحن في هذا اليوم وفي هذه المدينة المجاهدة مدينة آسفي جينا في الذكرى الأولى لاستشهاد الشهيد العزيز كمال عماري لنحتج على ضياع حقه لحد الساعة. لحد الآن مرت السنة ولم يظهر أثر للتقرير الطبي، وكذلك لم يظهر أثر لمحاكمة الجنات الذين تسببوا في قتله. فإن هذه الجماهير هي جاءت اليوم وفاء لدم الشهيد كمال العماري، وكذلك جاءت لتطالب بكشف الحقيقة كاملة عن ظروف مقتل الشهيد كمال رحمه الله، وكذلك تطالب بتقديم الجنات إلى المحاكمة، وكذلك تؤكد على أن حق الشهيد رحمه الله لن يجري عليه أي تقادم، فلا بد من إظهار الحقيقة كاملة، ولا بد من الإنصاف الكامل لعائلة الشهيد، ولا بد من رد الاعتبار لهذه العائلة، وكذلك كما قلت لا بد من محاكمة الجنات. بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي هذه المسيرة في مدينة أسفي المجاهدة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد الحبيب كمال عماري، اللي تبعث برسائل متعددة. أول وهو أن هذه الجريمة لا يمكن أن يطالها التقادم، طالما أن في الأمة أحرار وشرفاء فإن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها المخزن وأزلام المخزن لا يمكن أن ينساها أبناء أسفي والأحرار في كل هذا البلد، رغم تواطؤ السلطات ورغم تواطؤ القضاء ورغم إخفاء التقرير، فإن كل هذه المعطيات لا يمكن أن تغير من الحقيقة شيء، وهو أن العماري شهيد، وأن من قتله ينبغي أن يقدم إلى محاكمة لكي ينال العقاب الذي يستحقه. الأمر الثاني أن مثل هذه المسيرات هي وفاء لدماء الشهداء، وتجدد في هذا الشعب الكريم معاني الرجولة ومعاني الإباء ومعاني الكرامة، وهذه من المعاني التي عمل المخزن على طمسها. ومثل هذه المسيرات التي تحيي فينا ذكرى الشهداء الذين هم عند ربهم أحياء بفضله سبحانه وتعالى، مثل هذه المسيرات فإنها تجدد هذه المعاني. نحن كهيئة دفاع نتابع كما أشرنا إلى ذلك في بلاغنا، نتابع عن كتب ملف التحقيق المفتوح في القضية. سجلنا مجموعة من الفروقات كما سجلنا تماطلا وتمطيطا لإجراء التحقيق، وعلى كل حال هذا لا يستبعد جميع الحلول التي يمكن أن نلجأ إليها للدفاع عن حقيقة القضية وللدفاع عن حقوق ذوي الضحية الذين كلفونا بالدفاع عنهم. وبغيت نعرف شكون قتلو والمخزن، وبغيت نعرف شكون قتلو والمخزن اللي قتلو، وبغيت نعرف شكون قتلو والمخزن اللي قتلو. إذا يا مخزن يا قتال، يا مخزن يا قتال، ويا مخزن يا قتال، يا مخزن يا قتال، والعماري أكبر برهان، العماري أكبر برهان، والعماري أكبر برهان. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كتشوفوا كنخرجوا هذا النهار لإحياء الذكرى الأولى للشهيد كمال العماري. جماهير مدينة أسفي من عائلة وأصدقاء وإخوان يطالبون بالحقيقة. نريد من قتل كمال، نريد التقرير الطبي، نريد تقرير مجلس حقوق الإنسان، ونريد من فعل هذه الجريمة من ضفر لهذه الجريمة، ونحن وجميع المنظمات الحقوقية تريد الحقيقة، كل الحقيقة. السلام عليكم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم إن شاء الله من الجنة مقعدا. شكر الله سعيكم جميعا بهذه الخطوات الطيبات المباركات في هذه المسيرة المهيبة التي جاءت تخليدا للذكرى الأولى لاستشهاد أخينا المجاهد كمال عماري رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يجدد عليه الرحمات في هذه اللحظات وفي كل لحظات. ها نحن اليوم معشر الإخوة والأخوات وبعد سنة كاملة وفي يوم هو أيضا يوم السبت خرجنا من هذا الباب بجنازة أخينا الذي قتل غدرا وظلما وعدوانا. خرج يطالب بالحرية ويطالب بالكرامة ويطالب بحق المغاربة في أن يعيشوا عيشة كريمة، عيشة العزة وعيشة العدالة الاجتماعية وعيشة الحرية، فغدر به وقتل كما نعلم جميعا. ها نحن بعد سنة كاملة معشر الإخوة والأخوات نعود لنحيي هذه الذكرى، ذكرى استشهاد أخينا كمال رحمه الله. عدنا وكلنا عزم وكلنا إصرار وكلنا إرادة على أن تتجلى الحقيقة كاملة في وفاة أخينا كمال. الشعب أيها الكرام يريد من قتل الشهيد، من قتل الشهيد، من قتل الشهيد كمال العماري الذي خرج مع إخوانه وأخواته ضمن الحراك المغربي المعروف ليطالبوا بحق المغاربة في عيش كريم، ويناهضون الاستبداد ويناهضون الظلم في هذا البلد. نعم، خرج وضحى بروحه الغالية إن شاء الله، ضحى بروحه وبجسمه رحمه الله من أجل أن تحيا هذه الأمة العزة والكرامة. نعم معشر الإخوة والأخوات، لقد راهن الجميع على أن ننسى هذا الشهيد، وراهنوا على الزمن وعلى الوقت لكي ينسى هذا الشهيد ولكي تنسى دماء الشهداء. نحن اليوم أيها الإخوة والأخوات إذ نقف تخليدا لذكرى الشهيد كمال رحمه الله، فإنما نقف تخليدا لأرواح كل الشهداء الذين سقطوا في هذا البلد من أجل الحرية ومن أجل الكرامة ومن أجل العدالة الاجتماعية. الشعب يريد من قتل الشهيد، 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 الشعب. نعم أيها الإخوة والأخوات، نعم قلت نحن اليوم هنا لنخلد ذكرى كل أرواح الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف منذ الاستعمار وبعد جلائه في سنة 56 و900 أو 1000. نحن هنا لنخلد ذكرى أرواح شهداء الأمة كلها جميعا، شهداء فلسطين وشهداء سوريا السليبة وشهداء كل الأمة أيها الكرام. هؤلاء الشهداء الكرام الذين سقوا بدمائهم الأراضي الطيبة المباركة، لولا الشهداء لولا دماؤهم لكنا نعيش ذلا أكثر مما نعيشه الآن، ولكانت هذه الأمة أيها الكرام أيتها الكريمات في مهب الريح. نعم أيها الكرام، مات الشهيد كمال بعد سنة كاملة، ما زالت الحقيقة غامضة وما زال التنكر وما زال التردد في الكشف عن التقرير الطبي وفي محاكمة الجناز. إننا هنا أيها الكرام أيتها الكريمات في هذه الجماهير في هذه المدينة المجاهدة مدينة آسفي، إننا هنا لنطالب بالكشف التام عن حقيقة من قتل الشهيد كمال رحمه الله. يجب الكشف عن قتلة الشهيد ويجب تقديمهم لمحاكمة عادلة حتى يأخذوا حقهم التام في جرمهم الذي اقترفوه في حق هذا الشهيد البريء الذي خرج بشكل سلمي لكي يدافع عن حقه وعن حق المغاربة جميعا أيها المؤمنون. صامدون صامدون. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لقد أخطأ من ظن أنه انحنى للعاصفة وأن العاصفة قد مرت ولم يأخذ العبرة من ثورات أوروبا.
ومن ثورات المسلمين عبر التاريخ لم يأخذوا العبرة وظنوا أن الربيع العربي قد طوى أيامه، وهذا والله ظلم، وهذا والله وهم كبير أيها الكرام أيتها الكريمات. إن هذه الشعوب ما زالت مصرة على انتزاع حقها كاملا في العيش بكرامة. هذه الشعوب المسلمة أيها الكرام ربها الله الذي لا إله إلا هو. هؤلاء الظالمون، هؤلاء المستبدون حينما يظنون أن قوتهم وأن جبروتهم وأن استبدادهم، أن هذا الاستبداد سيحميهم من بطش الشعوب، هؤلاء واهمون أيها الكرام أيتها الكريمات. ويا مخزان مشيت أيها الكرام أيتها الكريمات، إننا نحيي كل هذه الجماهير الحاضرة هنا من أبناء وبنات هذه المدينة الصامدة على وفائهم لروح الشهيد ولأرواح الشهداء جميعا. كما قلت ونقول بأن ما حدث في المغرب في سياق الحراك الاجتماعي إن مطالبه ما زالت قائمة، وما زال الشعب مصرا على هذه المطالب أيها الكرام أيتها الكريمات. وإن الزمن لا بد وأن ينصف الشهيد كمال رحمه الله، وأن ينصف كل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن نحيا أحرارا، من أجل أن نحيا أعزة أيها الكرام أيتها الكريمات. إن الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. نحسب أخانا كمال من هؤلاء ولا نزكي على الله أحدا، ونحسبه إن شاء الله عز وجل كل مصر وكل مصرة على انتزاع حق الشهداء وحق الأمة في الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية. نحسبهم جميعا من هؤلاء الذين ينتظرون والذين لا يبدلون تبديلا. إن حق الشعب في أن يعيش حرا كريما معشر الكرام معه الله الذي لا إله إلا هو. إن الله جل وعلا أيها الكرام قد حكم على الظلم بالخراب ولو بعد حين. إن مطالب الحق ومطالب العدل ومطالب الحرية يحميها الله الذي لا إله إلا هو. إن النصر من الله الذي لا إله إلا هو. إن نقول لكل ظالم ولكل مستبد: لا تستكين ولا تثق لجبروتك ولسلطتك، واعلم أن فوق سلطتك قوة الله الذي لا إله إلا هو. هو الجبار، هو المنتقم، هو القهار الذي لا إله إلا هو. وقد وعد أن ينصر عباده الصادقين المصرين على انتزاع حقوقهم كاملة معشر الإخوة والأخوات. ويا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، ويا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، ويا الله عجل فرجك يا الله، يا الله عجل فرجك يا الله، ويا الله عجل فرجك يا الله، يا الله عجل فرجك يا الله. أيها الإخوة والأخوات، إننا هنا لنقول أن القضية التي استشهد من أجلها الشهيد كمال رحمه الله وكل شهداء الحركة الاجتماعية الاحتجاجية في المغرب، هذه المطالب وهذه القضايا ما زالت قائمة ولم تتزحزح من مكانها، وأن كل ما جرى في سياق ما جرى الذي نعلم إنما هو محاولة للاتفاف عن القضايا الحقيقية للأمة وللبلد. ولا بد من الانطلاق في طي صفحة حقيقية إن أردنا لهذا البلد أن ينطلق وأن ينعتق من الظلم ومن الاستبداد أيها الكرام أيتها الكريمات. نعم، ونحن نحيي ذكر الشهيد كمال رحمه الله، لا ننسى إخواننا وأخواتنا في سوريا الجريحة، لهم منا التحية ولهم منا الإكبار ولهم منا التقدير. يا سوريا لك منا تحية، يا سوريا لك منا تحية، يحيي يا شعب على العهد وفيا، يا شعب على العهد وفيا، يا سوريا لك منا تحية، يا سوريا لك منا تحية، روحي يا شعب على العهد وفيا، نحيي صمود إخواننا وأخواتنا
وأخواتنا في سوريا، ونترحم على أرواح الشهداء الأطفال الشهداء الذين استشهدوا في المجزرة البشعة التي اقترفها النظام السوري المجرم في حق أطفال مدينة الحولة. نترحم على هؤلاء الشهداء الأبرياء الذين لم تشفع لهم براءتهم ولم تشفع لهم فطرتهم من قبل هذا النظام الفاسد، فقتلهم شر قتلى. نسأل الله جل وعلا أن يعجل بهلاك هذا النظام المفسد. نسأل الله عز وجل أن يأتي بنيانه من القواعد فخر عليه السقف من فوقه بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يعجل بالنصر والتمكين لإخواننا وأخواتنا هناك في سوريا، ونقول لهم نحن هنا من آسف من قلعة سيدنا عقبة بن نافع فيه رحمه الله نخاطبكم مزيدا من الإصرار ومزيدا من الصبر أيها الإخوة وأيها الأخوات، والأمة كلها معكم إن شاء الله، وما ضاع حق وراءه طالب، ونطالب ونجدد طلبنا لكل الأمة لكي تقف مع هذا الشعب المكلوم الجريح. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله جل وعلا أن يرحم شهيدنا الأخ شهيد كمال رحمه الله. اللهم ارحمه يا رب رحمة واسعة، اللهم أكرم نزله، اللهم نور قبره، اللهم اجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا رب لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. اللهم ارحمه وارحم جميع الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشر دفاعا عن عزة هذه الأمة. اللهم ارحمهم يا رب رحمة واسعة. اللهم يا رب اخلفهم في أهلهم خيرا يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك في عائلة الشهيد كمال رحمه الله، بارك في ولده الكريم أخ الشيخ عبد الرحمن، بارك فيه بركة من عنده طيبة مباركة، وبارك في إخوته وفي أخواته، بارك في هذه العائلة الصابرة المجاهدة. باسمكم جميعا نحييهم تحية إكبار وإجلال. هذه العائلة التي صمدت في وجه الإغراءات أيها الكرام وسجلت موقفا جهاديا بطوليا، فتحية لها منا ومنكم جميعا أيها الكرام. ونسأل الله جل وعلا أن يرحم شهداء الأمة جميعا وأن يعجل بالفرج لهذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل بالنصر لإخواننا وأخواتنا في سوريا يا رب العالمين. اللهم يا رب انصرهم نصرا مبينا. اللهم عجل يا رب بهلاك النظام المستبد في سوريا. اللهم رب اجعل كيده في نحره، وانقذ يا رب أطفال وأبناء وبنات سوريا يا رب العالمين، وعجل لهم بالفرج، وعجل بالفرج للمسجد الأقصى المبارك وللقدس ولكامل أرض فلسطين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتجاوز عنا إنك أنت الولي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم جميعا أيها الكرام.